السلام عليكم، أهلا بيكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة فيديو حلو جدا، هنعمل مع بعض بسكوت بالمارشميلو. طبعا عارفين بسكوت هالي. هنعمل النهاردة بسكوت هالي في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وطعم أحلى وأنضف بكتير من بره. سبق وقبل كده عملنا مع بعض المارشميلو، هسيب لكم إن شاء الله اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف عشان ترجعوا للطريقة بتاعة المارشميلو. عملنا مارشميلو كان حلو جدا وسهل جدا، وعملنا كمان منه أشكال كتير ومختلفة وأحلى وأنضف بكتير من بره. يا رب إن شاء الله تجربوه ويعجبكم. النهاردة بقى هنعمل مع بعض بسكوت بالمارشميلو، بسكوت حلو جدا وكلنا بنحبه. هنشوف النهاردة الطريقة هنعملها ازاي مع بعض. يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا على طول. عندنا المكونات بتاعة البسكوت سهلة جدا. أول حاجة هنستخدمها هي الزبدة. عندنا كوباية وربع من الزبدة. الزبدة لازم تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة. تمام. بنبتدي ان احنا نحطها بقى في العجان، نضربها بمضرب كهربائي. المهم ان احنا نضربها كويس جدا. بعد كده هنضيف عليها كوباية من السكر البودر. انا حطيتها كده في العجان وبدأت ان انا اضربها شوية كده بالعجان لحد ما يعني لونها يفتح شوية كده. ببتدي بعد كده اوقف العجان واحط عليها كوباية من السكر البودر، وببتدي ان انا اكمل ضرب. طبعًا باسيب العجان على درجة ضرب بتكون بسيطة الأول، يعني أول درجة في الضرب. بعد كده بابتدي إن أنا أزوّد الضرب واحدة، واحدة علشان السكر طبعًا يعني ما يطيرش في كل مكان ويبهدل الدنيا، فناخد بالنا طبعًا يعني وإحنا شغالين. فضربتهم بقى كويس جدًا لحد ما اختلطوا ولونهم بقى فاتح بالشكل ده. كل شوية باوقّف العجان وباجيب الجوانب كده بالإسباتولا عشان بتقف كده على الجوانب بتاعة العجان، فلازم كل شوية أجيب الجوانب علشان يتضربوا مع بعض كويس جدًا. بعد كده بقى ضِفت عليهم 4 كوبايات من الدقيق. طبعًا الدقيق بتاعنا لازم يكون دقيق منخول. بابتدي أحطهم كده وبابتدي الضرب واحدة، واحدة زي ما شايفين كده معايا، لحد بقى ما يختلطوا ويكوّنوا ليّا عجينة. بابتدي إن أنا أشكّلها بقى كِوَر كده بالشكل ده، علشان أبتدي إن أنا أفردها وأبتدي بقى أعمل البسكوت وأجهّز البسكوت بتاعي. شكلتهم كور كده بالشكل ده، بابتدي أركنهم بقى على جنب، وآخد كورة، كورة أبتدي إن أنا أحطها ما بين بقى كيسين تلاجة، ورقتين زبدة. المهم إن أنا أحطها ما بين حاجتين يعني علشان إن أنا أبتدي أفردها بكل سهولة وتتفرد معايا، ما تلزقش كل شوية مني في النشابة. تمام، فلازم أفرد ورقتين زبدة أو كيسين تلاجة وباحطها كده بالشكل ده، وبابتدي إن أنا أفردها. طبعًا باخلّي ليها يعني سُمك بسيط، ما تبقاش لا تخينة ولا رفيّعة، بحيث إن هي لو رفيّعة طبعًا هتتحرق منّي في الفرن، ولو تخينة إحنا لسه هنحط بسكوتين وما بينهم مارشميلو، فعشان ما تبقاش تخينة أوي مننا يعني. فالسُمك اللي هتشوفوه معايا دلوقتي ده سُمك مضبوط، البسكوتة هتطلع مضبوطة معانا. بابتدي بقى أشيلها ب أي حاجة بقى يعني scraper نشّابة، أي حاجة أبتدي إن أنا أنقلها كده على الصاج اللي هاسويه فيها في الفرن. إحنا بنخلّص العجينة بتاعة البسكوت وبابتدي إن أنا أشكّلها على طول، يعني مش باسيبها خالص إن هي ترتاح ولا حاجة، لإن ما فيهاش ولا بودر ولا خميرة ولا الكلام ده خالص. فأنا بابتدي إن أنا أخلّص العجن وبابتدي أشكّلها على طول. طبعًا لو إحنا في الصيف الجو بيكون حَر جدًا، فالعجينة بتكون سايحة منِّك، فممكن بعد ما تقطّعيها كده حُطّيها على صينية ودخّليها التلاجة 10 دقايق، 5 دقايق بالكتير يعني هتمسك. تبتدي إن أنتِ تنقليها بقى على الصاج بكل سهولة. بعد ما باخلّص بقى الموضوع ده، بالمّها تاني عجينة تاني وباحطّها ما بين كيسين التلاجة تاني، وبابتدي إن أنا أفردها وأكمّل تقطيع كده بالشكل ده. شايفين السُمك بتاع البسكوتة؟ سُمك حلو جدًا، طالعة معايا مضبوطة وشكلها حلو جدًا.
كده بالشكل ده، بعد بقى ما باخلّص الكمية كلّها باجيب الsticks كده الصغيّرة دي، وبابتدي إن أنا أعمل فيها فتحات بسيطة كده بالشكل ده. طبعًا باشغّل بقى الفرن بتاعي وباسيبه كده يسخن، وبعد كده بابتدي أدخّل الصيجان الفرن علشان أسوّيها. باشغّل الفرن من تحت بس، باحطها على الرف الوسطاني، وباشغّل الفرن من تحت بس، وأول ما تاخد لون دهبي من تحت بابتدي أفتح الشواية تاخد لون بسيط كمان من فوق، لون دهبي كده بسيط من فوق، وبابتدي إن أنا أخرّجها على طول من الفرن. باسيبها بقى تبرد تمامًا، ما ينفعش خالص إن أنا أحرّكها من الصاج وهي لسه طالعة من الفرن، لأ باسيبه لحد ما يبرد تمامًا، بعد كده أبتدي بقى أشيل البسكوتة. هتلاقوها مسكت، لإن أول ما بيخرج من الفرن بتكون البسكوتة طرية جدًا، فلو حاولتِ إن أنتِ تمسكيها هتتكسر وهتتهري منِّك بكل سهولة، فلازم تسيبي الصاج يبرد تمامًا، بعد كده أبتدي بقى أنقلها في طبق بقى كبير كده بالشكل ده، علشان نبتدي إن إحنا نشكّلها. كده يعني ممكن يتاكل كده حلو جدًا عادي ما فيش أي مشكلة، هو البسكوتة نفسها طعمها حلو. حابين بقى تعملوا الmarshmallow هاسيب لكم طبعًا link الmarshmallow في صندوق الوصف عشان تاخدوا يعني الطريقة حلوة جدًا وسهلة جدًا. عملت بقى 3 ألوان كده بالشكل ده، لون بينك ولون أزرق ولون أبيض. والمارشميلو زي ما قُلت لكم في الفيديو بتاع المارشميلو من الحاجات اللي بتنشف بسهولة، يعني اللي هو لازم تشتغلي على طول ما تسيبيهوش وما تركنيهوش، فلازم علشان تعملي البسكوت وتحشيه بالمارشميلو، البسكوت يكون خلصان وكمان سِبتيه لحد ما يبرد تمامًا، فبحيث إن أنتِ البسكوت يكون جاهز. فاهمين قصدي؟ خلّصنا البسكوت وجهّزناه، بعد كده بقى بابتدي أعمل الmarshmallow لإن الmarshmallow مش بيقعد خالص، يعني ما ينفعش أعمل الmarshmallow الأول هتلاقيه نشف ومش هتعرفي تستخدميه. فلازم أجهّز البسكوت وأسيبه يبرد ويبقى جاهز معايا، بعد كده بقى أبتدي أجهّز الmarshmallow تمام. جهّزنا الmarshmallow باحشيه بقى على طول، وبابتدي أعمل أو أسيّح يعني اللي هي الشوكولاتة الخام على حمّام بُخار، وباحطه فيها كده بالشكل ده، وبافرده كده أو بارصه يعني على كيس وباحطه على صاج، وبعد كده بادخّله التلاجة 5 دقايق يمسك على طول، ولو إحنا في الشتا مش هيحتاج خالص إن أنتِ تدخّليه التلاجة، هتمسك على طول يعني مش هتحتاج إن هي تدخل التلاجة ولا حاجة. لمّا بقى باخرّجها من التلاجة باشيل بس الزوايد كده اللي بتبقى من الشوكولاتة، وكده البسكوت بتاعنا بيكون جِبت بقى العلبة بتاعة البسكوت بتاع هالي دي، و بدأت إن أنا أرُص في البسكوتات بتاعتنا الحلوة. أنا يعني عندنا يعني بناتي بيحبوا البسكوت ده أوي، فعلشان كده قررت إن أنا أعمله لهم في البيت. فكان الفكرة بتاعته كانت حلوة جدًا، والتجربة بتاعته كانت حلوة جدًا، حبوه جدًا. فأنا مش هابطّل أعمله، إن شاء الله هاعمله لهم على طول. وكمان عملت كمية حلوة جدًا، يعني شايفين العلبة بتاعة البسكوت أصلًا عملنا بقى منها علبة كبيرة جدًا، فما شاء الله يعني هتكفّيهم شوية حلوين يعني، وأحسن وأنضف وأوفر كمان بكتير من برّه، شكله حلو جدًا، شايفين أصلًا شكله كده بالmarshmallow ألوان كده جواه، يعني بجد حلو جدًا. حطينا كده بقى البسكوتة دي كده نزين بيها في النهاية. شوفوا بقى ده البسكوتة اللي إحنا عملناها، أنا حطيته لهم كده بجد قالوا إن هو يعني أطعم بكتير من اللي بنشتريه من برّه، حقيقي بجد، فالحمد لله عجبهم جدًا، شايفين بقى شكله من جوّه حلو جدًا، دي اللي هي الmarshmallow الأبيض، البسكوتة طعمها يعني البسكوتة لوحدها طعمها حلو جدًا. فيعني مارشميلو من جوّه وبسكوت من برّه وكمان شوكولاتة من برّه كده خالص، فيعني بجد المكونات بتاعته حلوة جدًا، جرّبوه بجد إن شاء الله هيعجبكم جدًا.
بكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها. بجد حلوة جدا، كمان موفرة جدا عن ما نشتريه من بره. هنعمل كمية حلوة جدا هتقعد معانا فترة حلوة جدا. لو ولادك بيحبوا البسكوت ده اعمله لهم في البيت وجربيه في البيت، بجد هيعجبهم جدا، احلى بكتير من اللي بنشتريه جاهز من بره. استنوني ان شاء الله فيديوهات تانية جاية كتير على خير. لو لسه مش مشتركين في قناتي، يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. متنسوش تعملوا لايك. شكرا لكم.